يا جماعة اللي مبتلى بمشاهدة الحرام والعياذ بالله، اللي مبتلى بالنظر إلى مواقع سيئة قبيحة، اللي مبتلى بهذه الأمراض، يلزم هذين العبادتين، لكن بإحسان وتجويد. يدرك تكبيرة الإحرام ويصلي في المسجد ويلزم الذكر، يكثر منه ويجعل له وردا 1000 استغفار مثلا و1000 حوقلة كل يوم. لو عمل كده بإذن الله، وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب، ما في إنسان توصيه بهاتين العبادتين. والصلاة لا شك، الصلاة هي أعظمها لأنها مشتملة على كل العبادات ومشتملة على الذكر. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني إيه ولذكر الله أكبر؟ ولذكر الله أكبر يعني أكبر نهيا عن الفحشاء والمنكر من الصلاة إذا أكثرته وأخلصت فيه واستأنست به وعشت معه.